شايفين البدنجانة وجمالها؟ لو جربتوها مش هتعملوا غيرها. معايا بدنجانية طبعا غسلتها ونشفتها وشلت الحتة اللي في الأول دي، وتقسميها بقى دواير، بس مش الآخر، يعني السكينة ما تمشيهاش الآخر، بحيث إنها تبقى متصلة ببعضها كده. وترشي ملح من بره ومن جوه ومن بين الفتحات، وتسيبيها في الطبق شوية لغاية ما تنزل ميتها. عشان كده اقلبيها، خلي الفتحات من تحت. تمام. نعمل بقى الخلطة اللي هندهن بيها قبل ما تتشوي: معلقة زيت، شوية فلفل اسود، شوية ملح، شوية بابريكا صغيرين. او شفتي المية اللي نزلتها؟ ناخدها بقى وعلى ورقة فويل. انا ورقة الفويل دي كنت مغطية بيها حاجة بس نضيفة زي الفويل، واعمليها زي المركب كده، بحيث ان مكان الشوي ينزل في الفويل، عشان الصينية بتاعتك اولا هي ما تلزقش في الصينية، وعشان الصينية تفضل نظيفة. الصينية دي عاملاها للشوي بس. تاخدي بقى الخلطة اللي عملناها وتدهني البدنجانة من بره ومن بين الفتحات كويس قوي، وتدخليها في الفرن على الصاجة لغاية ما تتشوي خالص، او تشربي الفتحات كلها، تشربيها كويس بالخلطة دي، وتسيبيها في الفرن لغاية ما تتشوي. تمام. تعالوا بقى نعمل الخلطة اللي هنحشي بيها البدنجان: ليمونة، 5 فصوص توم، شوية كزبرة، فلفلاية خضراء، وفي الكبة وفروميم زي ما انت شايفة كده، وشوية كزبرة ناشفة، وشوية كمون، وشوية ملح، وكمان ليمونة، عصرة ليمونة كاملة، ونقطتين خل، ونقطتين زيت، يعني نص معلقة خل ونص معلقة زيت كده. تمام. وتخلصي بقى الخلطة دي، بس يعني اظبطي الملح. اهي كده الباذنجانة اتشوت. تعالي بقى الخلطة دي بين الفتحات واحشيها من بين الفتحات، بس احشيها كويس قوي، او زي ما انت شايفاها كده. مش عايزة اقول لك الريحة والطعم والله تحفة ولا المحلات. او زي ما انت شايفاها كده. ولما تقدميها بقى على السفرة، قطعي الدواير دي خالص ورصيها زي ما انت شايفه كده، وكليها بقى، هتلغي اي اكل على السفره. بجد الف هنا وعافيه.